اهلا اصدقائي، اليوم فلوجنا راح يكون عائلي خفيف من حدائق الزوراء. طبعا الاجواء راح تكون كلش حلوه والجوله رهيبه. خلينا نشوف شنو موجود وشنو الاجواء. بما انه عطله حاليا فاغلب الناس تتوافد المتنزه الزوراء، واعتقد انه المتنفس الوحيد حاليا للعوائل العراقيه ببغداد. خليكم متابعين. مثل ما تشاهدون وياي توافد الناس حاليا. هذه احلى اجواء حاليا بهذا الوقت من السنه. اليوم هذا الفلوج راح يكون شوي عائلي. طبعا خلال جولتي يعني اتمنى اناشد بلديه بغداد واناشد عوائلنا العراقيه. يا اخوان من تقعدون يعني رجاء لا توسخون المكان، لان هو هذا مكان عام للجميع. يعني مثل ما تلاحظون الاوساخ، يعني احنا لازم ننتقد هذا الشيء. يعني شيء ابد مو حضاري ومو حلو. عوائلنا العراقيين لازم تهتمون بالنظافه، لان هذا مكان للجميع. واتمنى من بلديه بغداد، ما اعرف اذا مسؤوليه بلديه بغداد او هاي الالعاب، لانه كلش خطره على الاطفال. اتمنى المتابعه. يعني شوفوا هذه مثلا اكو العاب مكسوره. احنا لازم نشوف الزين والمو زين ولازم ننتقد. فيا اخوان اناشدكم بالنظافه. يعني انت من تجي كيس صغير مال نفايات خليه وياك وتاخذه. موجوده طبعا سلات نفايات على طول المكان، شيلهن خليهن وياك بس، لا اكثر ولا اقل. خلصت والله تنحل. يعني هاي اكو مسؤوليه فرد ومسؤوليه دوله. احنا مسؤوليتنا احنا نحافظ على نظافه المكان. مسؤوليه الدوله صيانه الالعاب. هاي شغله بسيطه ومرتبه. فاتمنى يعني تخلون هذا الشيء ببالكم. بابي بابي. مدى تشاهدون توافد العوائل العراقية حاليا. المكان حلو عائلي، نقضي وقت حلو، حدائق موجودة، بس نتمنى الاهتمام بالنظافة. شوفوا لي هاي الأجواء الحلوة حاليا. طبعا الحلو هنا يعني تقدر تجي تشوي، تقدر تسوي اكتيفيتي هواية. يعني شيء حلو مسموح به. بغير بلدان صراحة ما مسموح الشوي بالحدائق، بس هنا لا مسموح. شيء كلش حلو. طبعا ما شاء الله تشوفون يعني توافد الناس والازدحام حاليا، بما انه عطلة نصف السنة خلصت تقريبا، بس الاجواء حلوة واكيد راح يكون بالويكند اكثر ازدحام يعني. وهذا عندنا اللابوبو هنا. طبعا الاجواء حلوة عائلية، اكو اكثر من اكتيفيتي تقدر تسوي. اكو مدينة العاب واكو حديقة حيوان، راح تستمتع بوقتك. واللي يريد يجيب اكله وياه همينه. فالحدائق كلش هواي، لان اكو مجموعه دا اشوف عوائل عراقيه يعني جايبين اكلهم هنا وقاعدين، وجلسات حلوه اكو صراحه. بس نرجع ونقول اتمنى المحافظه على نظافه المكان. يعني هاي مسؤوليتنا احنا كافراد. هم صحيح هنا اكو بلديه تابع، بس لازم اكو مسؤوليه افراد وهي نظافه. فاتمنى اخواني خواتي عوائلنا اتمنى الاهتمام بهذا الشيء. مثل ما قلت لكم اليوم جولتنا راح تكون عائليه وفلوقنا عائلي. استمتعون وياي بهاي الاجواء الحلوه. طبعا ما شاء الله الاجواء حلوه وممتعه. ولا تخلو من الهدايا، بما انه هابي فالنتاين عيد الحب حاليا. بابي لابوبو، هذا لابوبو. يلا شوفي هو راح يلزمك لا تخافين بابي. الله حلو بابي. شكرا عزيزي شكرا بعيني. تعال بابي. منا ابويا. اكثر المطاعم هنا فاتحه، حتى رسم اطفال هنا هذا موجود تلوين.
هذا سنتر الزوراء. طبعا هذا من اجمل المكانات حاليا اللي بحدائق الزوراء، هذا المكان يعني دا امشي بيه حاليا. هنا أنا فاتح لايف طبعا تيك توك، وهنا الألعاب. هاي معلومات ممنوع عليك في مناطق الألعاب إدخال الآلات الموسيقية، رمي النفايات. وسعر التذكرة هنا 1000 دينار، يعني دخولي 1000 دينار للشخص، وهنا حديقة الحيوانات 1000 دينار للشخص. هاي الحيوانات المتوفرة حاليا هنا. إذا تشوفون أو ما تشوفون فهنا اكو هاي الببغاءات الأسترالية، مثل ما تسمعون الأصوات حاليا. اسم الأرانب. هنا الطاووس. يما هذاك شنو فاتح؟ هذا طاووس متسلق هنا. إذا تشاهدون وياي. سبحان الله. حلوة الألعاب والحيوانات؟ ها؟ يلا شوفيهم بابي. حلوة الحيوانات؟ هنا اكو صقر واكو نسر، وذابينهن لحوم دجاج. هذا تشاهدون شوي هاي هم لقطة من النسور والصقور. القفص مالتهم كبيرة هيوج، بس الأحجام يعني مو طبيعية. طبعا مثل ما تشاهدون توافد الناس، كميات مو طبيعية. هذا راح نشوف يمكن الأسد هنا، مثل ما تشاهدون هذا الأسد هنا. اسوي لكم كلوز عليه. قاعد هوسة الناس. عينة من الحيوانات الموجودة هنا نراويكم. هذا الماعز الجبلي. هنا موجودة النمور هذه. هاي الأجواء حاليا هنا مدينة الألعاب. طبعا هم بيه دخولية على الكارت. الأجواء عائلية حلوة، وبهذا الوقت من السنة تكون الأجواء يعني لا هي باردة ولا هي ما تكون حارة وما تكون باردة، الجو يكون معتدل. ناخذ لكم لقطة عليها النعامة. شوفوا لي هذا الجمل والسنام مالته شكوره. طبعا أول مرة أجرب الجمل هو بدولة المغرب. الصعود مالته كلش بطيء يمشي، يعني لا تتخيلوا أنت يمشي سريع. نوع من انواع الاحسن منو مجرب لحم الغزال؟ انا جربته باوروبا. هذا حيوان الغزال اللي مجرب لحمه يقول لي يعني انا مجربه ولحمه طيبه يعني عادي. ولحم الإيل هم انا مجربه. اللي ما يعرف حيوان الإيل، حيوان الإيل هذا اللي كبير اللي تكون دائما القرون مالته تتشابك، هذا حيوان الإيل متوفر كلش في اوروبا، ماكل من عندنا. واللحم هم طبيعي يعني. لحم الغزال
ولحم الإيل. كان محل مخصص، فاليوم إن شاء الله من نروح أراويكم إياه، لحم الإيل ولحم الغزال، يعني لحم طبيعي ما في فرق كبير. هذا الجمل أبو سنام الواحد يقولون هذا عربي، والسنامين أجنبي. راح أراويكم الدب، سبحان الله. تلاحظون تشوفون الحجم مالته؟ ليش يمروا له تفاح ياكل تفاح. طبعا هنا اكو هاي مثل الزوارق صغيره تقدر تستاجرها هم، مثل ما تلاحظون وياي تشوفون هنا. وهاي الاجواء حاليا. هذا الجانب الثاني من الزوراء، البحيره. هذا حيوان البابون. هاي القردة مثل ما تشاهدون، قرد الباتاس، معلومات مالته موجودة. يكون كلش موفرين بالسياجات اللي حاطيها. هاي الألعاب الثانية هنا. هنا خلصت جولتنا بحديقة الحيوان. راويتكم، يعني أنا ما افتريت كل شيء، راويتكم عينات من حديقة الحيوان. وهاي الأجواء حاليا. طبعا هذا آخر ويك إند للعطلة، فراح يصير ازدحام أكثر، وتوافد الناس راح يكون أكثر. توافد الناس مثل ما قلت لكم إنه أكو مكانات مخصصة للشوي، القعدات تكون أحلى. ولهنا أنا أصدقائي كم خلص فلوقنا وياكم. أتمنى استمتعتوا وياي بهاي الأجواء الحلوة. لا تنسون اللايك والكومنت والاشتراك. نشوفكم دائما في فيديوهات جديدة. باي.